ان احنا بنصنف، انا كمحمود وفي ناس كتير كده برضو بتصنف البيزنس ازاي؟ من حيث الحجم، سواء ست او سبع او ثمان ارقام، او ست او سبع او ثمان ارقام متعدد مالتيبل. وقلنا بيزنس من ست ارقام يعني بيزنس فوق ال 100,000. ولو ست ارقام متعدد المضاعفات بتاعتها اللي هي ال 200,000 و 300,000 و 500,000 وهكذا. وبزنس من سبعه يعني فوق المليون، ولو سبعه متعدد يعني 2 3 4 لحد ال 10. ولو بزنس من 8 ارقام يعني فوق ال 10 مليون، والمتعدد يعني المضاعفات بتاعتها 20 30 40 وهكذا. فمثلا لو انت بزنس تحت المليون، والكلام ده اتفق معايا فيه الاستاذ محمد ثروت المره اللي فاتت، اهم مشاكلك بتبقى في التسويق والبيع. ولو مليون فما فوق، والكلام ده اتفق فيه الناس اللي يا اما هو في المرحله دي، يا اما شايف الناس اللي في المرحله دي مشاكلها فين. مشاكلك الناس وفريق العمل. واللي ما قلناهوش المره اللي فاتت، انه لو انت بيزنس بقى من 8 ارقام فوق ال 10 مليون، مشاكلك بتبقى في اتخاذ القرارات والتفكير الاستراتيجي. طيب، يبقى لو رجعنا للكلام ده، هنلاقي ان التفكير يعني في انوي حجم. يعني التفكير نفسه في انوي حجم. يعني التفكير كمشكله بتواجه الناس في انوي حجم. اكبر مشكله. اكبر مشكله ايه؟ عدم القدره على اتخاذ القرارات والتفكير الاستراتيجي. معنى كده ان التفكير هو اهم حاجه في الموضوع. تمام. ده التفكير بقى اللي هو ايه؟ اللي هو ما بيعملش حاجه غير انه بيفكر.